Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. أنا مبسوطة جدا يا سوزي عشان أنت طلعتي الأولى على المدرسة. أنا جبت لك هدية أتمنى تعجبك. شكرا يا منار، أكيد هتعجبني. ودلوقتي جاء ميعاد تكريم الأوائل. سقفوا للطالبة سوزي أشرف عبد المجيد. ازاي اسم باباها أشرف عبد المجيد؟ ده اسم بابايا أنا. هديتك يا منار عشان طلعتي التالتة على المدرسة. أنا يعني كان نفسي تطلعي الأولى بس عادي، التالتة مش وحش يعني، بس المرة الجاية ابقي شدي حيلك أكتر. حاضر يا ماما. انتي ليه يا منار مش مبسوطة؟ ماما أنا كنت عايز أسألك سؤال كده، هو ممكن يكون حد اسمه زي حد تاني؟ بالظبط كده بالظبط، يعني يبقى اسم الأب والجد وجد الجد كمان زي بعض؟ يا حبيبتي عادي، تشابه أسماء ده بيحصل كتير. اشمعنى يعني بتسألي السؤال ده؟ لا عادي يا ماما. طيب هو فين بابا؟ ما انت عارفة هو بيقضي أسبوع معانا وأسبوع في الشغل. هو جاي يوم السبت إن شاء الله، ومتقلقيش على هديتك، هو محضرها لك. يا بابا يا ماما أنا جيت. الحمد لله على السلامة يا سوزي. أنا فخور بيكي جدا يا حبيبتي. شكرا يا بابا، أنا كمان مبسوطة جدا، بس بصراحة زعلانة شوية. ليه يا حبيبتي؟ معرفش يا بابا، منار صاحبتي كانت مبسوطة كده، وفجأة أول ما اسمي اتندى اتصدمت كده وخافت، ووشها اتغير خالص. ووشها اتغير ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفة يا بابا، يمكن حست يعني بالغيرة لأني طلعت الأولى وهي التالتة. بس لأ، منار مش كده خالص، دي كانت حتى جايبالي هدية عشان تشجعني. مش عارفة، خلاص أنا بكرة هشوف مالها. قلتلك يا رانيا بلاش يبقوا البنات في نفس المدرسة. لا، أنا ما ينفعش بنتي تكون أقل من أي حد أبدا، ودي أحسن مدرسة في البلد ولازم بنتي تفضل فيها. ولا أنت إيه رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه ده؟ أنت نسيت تجيب هدية لمنار ولا إيه؟ مش مهم. المهم دلوقتي أنا عايزة أقولك على حاجة ضروري. خير؟ في مشكلة عندي في الشغل، والفلوس هتقل جدا الفترة الجاية، يعني منار لازم تتنقل لمدرسة تانية غير اللي هي فيها. بصراحة كده مصاريفها بقت كتير جدا عليا. بس يا أشرف هي عندها أصحابها هناك وهي مبسوطة ومرتاحة. معلش حاول طيب، وأنا ممكن أشتغل وأساعدك. لا مش هينفع. ليه يا بابا عايزني أمشي من مدرستي؟ أنا مش عايز أسيبها. لا هتسيبيها واسمعي الكلام ده، كلام كبار وما تتدخليش فيه. أنا حاسة إن بابا مخبي علينا حاجة. تصدقي يا سوزي أنا عمري ما شفت باباكي قبل كده. ما هو برضه عشان باباكي ما بيخليكيش تيجي تقعدي معايا في بيتي خالص، ده حتى يوم عيد ميلادي رفض يخليكي تحضريه. هو انت عندك صورة لباباكي؟ طبعا. طب وريها لي كده. اتفضلي يا ستي، احلى واحن بابا في العالم. ايه ده باباكي؟ منار مالك؟ الحقونا يا بنات. منار انت بقيتي كويسة دلوقتي؟ هو ايه اللي جرالك يا بنتي؟ ايه اللي حصلك؟ ليه وقعتي واغمى عليكي؟ لا انا كويسة، انا بس عايزة ارجع البيت. لازم ماما تعرف. معقول يا بابا يبقى عندك اسرة تانية وبتحبها اكتر مننا كمان؟ لا انا لازم اقول لماما. ايه اللي انت بتقوليه ده يا منار؟ عيب كده، كل ده عشان باباكي عايز ينقلك من المدرسة؟ انا بقولك هي ورتني صورة باباها وهو طلع بابا فعلا، والله ما شبهه، بس ده بالظبط هو. نعم. انت بتدخلي يا حبيبتي، ادخلي يا منار اوضتك، ادخلي، انا محتاج اتكلم مع بابا دلوقتي. ايه يا بابا وحضرتك مسافر دلوقتي؟ بابا مش مسافر، بابا ماشي وسايبنا وهيروح يقعد مع عيلته التانية. انا لحد اخر لحظة كان نفسي كل ده يطلع كذب ومش حقيقة. هو كده يعني خلاص بابا اتخلى عني انا وماما؟ بابا وحشني جدا، ازاي انا هنت عليه ان هو يسيبني كده وكمان يعمل كده في ماما؟ شفتي اصرارك على ان بنتك تروح نفس مدرسة منار وصلنا لايه؟ مفيش سر بيستخبى. انت كده على فكرة لازم ما تديهمش فلوس تاني، ما ينفعش يفضلوا في نفس المدرسة اللي بنتي الجميلة فيها. منار دي ممكن تأذي سوزي، وانا ما اقدرش استحمل ان حاجة وحشة تحصل لسوزي حبيبتي. امنع عنهم الفلوس خالص علشان ما يقدروش يدفعوا مصاريف المدرسة، وبنتي سوزي بس اللي تبقى في المدرسة مش هي.
وبكده مامتها تنقلها المدرسة التانية. وكمان في حاجة تانية مهمة، ما ينفعش سوزي تعرف السر ده أبدا. مش هينفع أبدا تعرف إن في حد تاني في حياتك غيرها. انت عارف هي قد ايه بتحبك ومتعلقة بيك. انت كده هتكسر قلبها. انا مهما اتصلت ببابا ما بيردش. انا لازم اروح له بس انا مش عارفة عنوانه. انا هتصل بسوزي واقول لها ان انا هجيلها، بس انا مش هحكي لها حاجة الا لما اشوف بابا الاول. الو سوزي، ازيك؟ بقولك انا كنت عايزة اقعد معاكي شوية كده. هو انت ينفع تديني عنوانك؟ اخيرا يا منى هتجيلي. ماشي، خدي العنوان اهو. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مجنونه؟ وحشتني يا بابا. وحشتك ولا عايزه فلوس؟ لعلمك انا مش هديك ولا مليم. روحي بقى ارجعي لمامتك، وانا مش عايزك تيجي هنا ابدا، ولا حتى تحاولي تعرفي سوزي السر ده. والله يا بابا ما جاي عشان فلوس، انت فعلا وحشتني. وانا ما بحبكيش، انا بحب سوزي حبيبتي وبس. هي بنوتي الشاطره اللي هتطلع دكتوره ان شاء الله. انما انت تبعدي عن حياتي خالص. كده يا بابا تتخلى عني كده؟ مالك يا ماما؟ ولا حاجة، أنا بس دايخة شوية. ماما من الواضح إنها اتعرضت لصدمة شديدة، بس كده إحنا لازم نعمل شوية أشعات وتحاليل علشان نطمن عليها. حاضر يا دكتور، هنعمل كل اللي حضرتك بتقول عليه. للأسف الأشعات والتحاليل ظهرت إنها عندها ورم في المخ. يعني إيه يا دكتور؟ دي حاجة خطيرة صح؟ للأسف. إحنا هنبدأ في العلاج والباقي على ربنا. بقولك يا سوزي، أنا مش عايزك تكلمي البنت اللي اسمها منار دي تاني. البنت دي مش كويسة. ليه يا بابا؟ دي صاحبتي من زمان وهي محترمة جدا. اسمعي الكلام يا سوزي، احنا عرفنا حاجات ما ينفعش نقولها لك عشان انتي لسه صغيرة. ولا انتي عايزة تزعلينا منك ولا ايه؟ لا يا بابا خلاص، عمرك. منار، انتي من النهاردة هتعيشي معايا. ليه يا خالته؟ هي ماما هتطول في المستشفى ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انتي مامتك ماتت. ايه ماتت؟ كل ده بسببك يا بابا. ما تزعليش يا منار، انك دلوقتي في مدرسة اقل من اللي انتي كنتي فيها. صدقيني انا لو كان معايا فلوس ما كنتش هحرمك من اي حاجة، ولا حتى كنت ابدا هطلعك من مدرستك. ما انا عارفة يا خالته، ما تقلقيش. انا مش زعلانة، انا هعمل اقصى ما عندي عشان ابقى شاطرة وخليكي فخورة بيا. ربنا يوفقك يا حبيبتي. واو يا منار، انا فخورة بيكي جدا. اخيرا خلصت الثانوية عامة وكمان مجموعك جاب طب، وهتبقي يا حبيبتي دكتورة. عايزة بقى تبقي دكتورة ايه؟ دكتورة اورام. اشمعنى؟ علشان من وقت ماما تعبت وانا نفسي اعالج الناس اللي بيحصل لهم المرض ده. اللي انت حباه يا حبيبتي. ربنا يوفقك. حضرتك مين؟ انا محامي مدام سوسن، جدة منار. يا تيتي وحشتني جدا. انا انشغلت عنها الفترة الأخيرة بسبب المذاكرة، بس أكيد هروح أزورها بكرة. للأسف مش هتلحقي عشان هي ماتت امبارح. ايه؟ تيتا ماتت؟ البقاء لله يا حبيبتي. المطلوب منك انك بكرة الصبح تحضري اجتماع عشان احنا هنفتح وصيتها بكرة. حاضر. لازم ان شاء الله بكرة يا منار الصبح نروح. ما تزعليش بقى نفسك، ربنا يرحمها. مش ممكن اروح ابدا يا خالته. لا ازاي، لازم تروحي. ما هو بابا يا خالته هيكون هناك وانا مش عايزة اشوفه ابدا، هو دمر لي حياتي. غلطانة طبعا يا منار، انت لازم تروحي علشان تعرفيهم انت بقيتي ايه دلوقتي ووصلتي لايه من غير مساعدة حد غير ربنا طبعا. اخيرا بقى تيتا ماتت، هنلاقي حاجة نورثها بدل الفقر اللي احنا عايشين فيه ده. عندك حق يا بنتي والله. طب هو انا مالي؟ هو انا اللي قلت شريكي يسرقني؟ اتفضلوا يا جماعة، وصيتي انا سوسن ان تذهب كل املاكي الى حفيدتي منار. ايه؟ ازاي انت بتقول ايه يا عم؟ انا ابنها، يبقى المفروض كل ده يبقى من حقي. هي دي الوصية اللي قدامي ولازم ننفذها. احنا صبرنا عليك كتير جدا على امل انك هيبقى معاك فلوس، وخلاص كده احنا مش هنعيش معاك تاني. يلا يا سوزي يا حبيبتي، يلا يا ماما. منار، دلوقتي افتكرت انك عندك بنت. يلا بينا يا منار. انا مش قادرة اسامحه يا خالته.
بس برضو حرام اسيبه كده، ده ورده بابا، اكيد دلوقتي ملوش مكان يعيش فيه. انا لازم اساعده عشان ربنا يرضى عني. انا يا منار يا حبيبتي مش مصدقه ان انا عملت معاكي كل ده. انا اتخليت عنك عشانهم، سامحيني يا منار. مسامحاك يا بابا.